السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده طلة الملك. النهارده هنشوف النادي المحبب والاقرب الى قلوبنا كلنا. النهارده هيلعب النادي الاهلي، النهارده هيطل علينا الاهلي بلاعيبته. النهارده هنشوف يوم حلو، اي يوم بيلعب فيه النادي الاهلي هيبقى يوم جميل. عندنا كلمتين بس بخصوص النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي النهارده المباراة الافتتاحية في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. النهارده المباراة وكالعادة وكعادات الاهلي يا جماعه، عشان خاطر النبي يا جماعه، مش عايزين يحصل فينا زي كل سنه ونخش في حسبة بيرما، نتعادل اول مباراه نخسر تاني مباراه نتعادل اللي بعدها نخش بعد كده مين يكسب ومين يخسر. النهارده هنلاعب استاد ابيجان الايفواري على ملعبنا في استاد القاهره الساعه 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الاردن. والاهلي داخل القايمه بتاعته جاهزه ولاعيبته جاهزه، مفيش عندنا اصابات كتير غير وسام ابو علي الاصابه الوحيده المؤثره. مش عايزين نخش في لعبكه كل مره. مبدئيا كده بيقولوا عليها بطاقه المباراه. الاهلي استاد ابيجان المرحله الاولى، المباراه الاولى مباراه الذهاب في دور المجموعات الساعه 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الاردن على استاد القاهره. معانا في المجموعه شباب بلوزداد الجزائري، ودي فرقه تقيله، وأورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اللي هو متفوق السنه دي على نفسه ومتفوق على سان داونز ومتصدر الدوري، وتقريبا اول 10 جولات ب 10 فوز في الدوري الجنوب افريقي، والفرقه في التوب فورم بتاعتها. فاحنا مش عايزين نخش في حسبة بيرما، عايزين نجمع نقاط من اول مبارياتنا، عايزين الموضوع يخف علينا بعد كده عشان خاطر موضوع ما بعد كده ما يسببش ضغط نفسي علينا ونقعد بقى نحسب ومين يخسر ومين نقاط مين واطهر الطاهر وضربه جزاء والحوارات اللي احنا عارفينها، مع اننا عارفين ان هي في الاخر بتوصل بينا لتتويج بالبطوله او على الاقل الوصول النهائي. زي ما احنا عارفين 5 سنين 5 نهائيات 4 بطولات، وهو ده النادي الاهلي وهو دي الفرقه اللي احنا بنشجعها، وهو ده يعني عظمه النادي الاهلي وعظمه النظام الداير في النادي الاهلي. كهربا قدامه فرصه ذهبيه قبل ما نخش في موضوع الاصابات. كهربا قدامك كان ماتش الاتحاد واداء زي الزفت، قدامك الماتش النهارده وماتش البنك الاهلي، لانه وسام ابو علي رسميا لا هيلحق ماتش النهارده، ونسبه 100% مش هيلعب مباراه البنك الاهلي، لان وسام اصابته هيكون يعني جاهز بعد البنك الاهلي، مش هيدوله قبل كده. فكهربا قدامك فرصه انك تغير فكره الناس عنك، يعني انت لاعب موهوب ولاعب عندك امكانيات كبيره، عنده فرصه كبيره كهربا انه يظهر نفسه ويعيد نفسه لحسابات مارسيل كولر مره ثانيه. مش هندي كهربا، مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه، بس كهربا لازم يشتغل على نفسه شويه. عندك مثال رامي ربيعه من لاعب رايح المقاولين لاحسن مدافع في مصر، عندك لاعب زي طاهر محمد طاهر من لاعب داخل في صفقه تبادليه مع زد لاحسن جناح في الاهلي حاليا. هنخش المباراه هنخش بقلب جامد، الناس اللي هتلعب تأدي، عندنا ناس راجعه من الاصابات. مروان عطيه جاهز مليون في المية، وامبارح ادى تدريب بشكل قوي جدا بعد الرجوع من الاصابه والتشافي بشكل تام يعني. اللي خارج القايمه عندنا اشرف داري، عندنا علي معلول، عندنا سمير محمد، عندنا الناس المصابه كريم فؤاد، عندنا محمد هاني، مصطفى ابو الخير، دي انه سمير محمد. الناس دي القايمه منها الناس فني ومنها الناس للاصابه. هنخش المباراه دي بالشناوي وشوبير ومخلوف ويحيى عطيه الله كريم الدبيس ويوسف ايمن كمان مستبعد فني على فكره، ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح واكرم توفيق وعمر كمان رجع من الاصابه. عندنا مروان عطيه وامام عاشور والسوليه وقفشه وكريم ندفد وعمر الساعي وكهربا وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. كانت لعبتنا كبيره، مش عايزين نخش في اللعبكه بتاعت كل مره. بتمنى لعبتنا تكون على قدر الحدث. النهارده يا رب الاهلي يأدي اداء حلو، يعني ينسينا مباراه الاتحاد ونشوف فرقتنا حاجه كده من التحفه والرقي اللي احنا متعودين عليهم دايما. اشرف داري وعلي معلول هيخشوا التدريبات الجماعيه ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم اللي هو هيبقى يوم السبت او الاحد على حسب الدكتور، لان في تقدم كبير في حالتهم. محمد هاني وكريم فؤاد هيسافروا النمسا عشان خاطر يتعرضوا على الدكتور اللي هو عامل لهم العمليات عشان يخشوا المرحله الاخيره من التاهيل. وسام ابو علي زي ما قلنا هيكون جاهز بعد استاد ابيجان وبعد البنك الاهلي. دي الاصابات الموجوده في الفريق حاليا. يوسف ايمن عليه علامات استفهام، مش عارفين يوسف هتوصل بيه الدنيا فين. حاجه اخيره بس قبل ما نقفل الفيديو، الكلام اللي كان طالع ان عمر الساعي عايز يخرج من الاهلي على سبيل الاعاره. عمر الساعي بقاله شهرين، انا مش فاهم ايه فكره ان عمر الساعي عايز يخرج ده لو الكلام مظبوط.
مع ان امبارح طلع كلام ان عمر الساعي طلع نفعه دي انه عايز يطلع يخرج على سبيل الاعاره النادي الاسماعيلي. عمر استنى، عمر لازم يشتغل على نفسه، عمر لازم يثبت نفسه تدريبات عشان ياخد فرصه زي الناس. اكرم توفيق طلع اعاره مره واثنين ورجع اثبت نفسه من العمود الرئيسيه، الناس كانت خارج الاهلي ورجع الثاني. بتمنى ان اللعيبه كلها تشتغل على نفسها، ونشوف النهارده اهلي مغير، وان شاء الله فرقتنا تكلل بفوز النهارده. اول ما تنزل التشكيله هنوفيكم بيها. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا لو سمحتوا، مش تخسر حاجه يعني، اللايك بيعلم من الصفحه وبيوصل الفيديوهات لاكبر عدد من الناس. رجاء يعني رجاء من اخواتنا وحبايبنا، ادعمونا بلايك وشير وكومنت لطيف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.